استخفاف المعممين بعوام الشيعة الغافلين. استمعوا إلى المعمم الشيعي أحمد بدر الدين وهو يقول للشيعة بأن أموالكم التي تتصدقون بها زبالة وأوساخ لا قيمة لها عند الأئمة. يا ناس، فاطمة مش للتاريخ، لك فضة مش للتاريخ، مش فاطمة، فضة التي أشارت إلى الحصى قلبت له إياهم جواهر لعلي. قال يا فضة لو أردنا نحن لمارسناها، ولكن لنعلم من قدم إلينا. أوف عم نتبختر إذا بدنا ندفع لنا قرش للإمام بيحمل 1,000,000 دينار. أنا جايب له 1,000,000 دينار للرضا. الإمام بيكون عم ياكل، بس يخلص بيأمر الخادم يغسل ديه فبيسقط من القطرات جواهر ما كان لها على وجه هذا العالم شيء. قال إنما أخذناها منكم لنطهركم. إمامنا الصادق عليه السلام قال وأني أخذ من الرجل وأنا أغنى رجل في المدينة، أغنى رجل، وما أخذت إلا لطهركم، خذ من أموالهم صدقة. عم نحمل زبالتكم. وفي رواية الإمام الجواد محرمة على ولينا أنكم تجوا تدفعوا وسخ. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.